بعض الناس يقول لا حول الله، وبعضهم يقول صدفة، وبعضهم يقول ما صدقت على الله. وجهونا حول هذه الألفاظ جزاكم الله خيرا. المشروع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هم لا حول الله، ما يصلح هذا. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها كنز من كنوز الجنة، حث عليها عليه الصلاة والسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول لأبي موسى رضي الله عنه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال أبو موسى بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وأرشد من خرج من بيته إلى الصلاة وغيرها أن يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من قالها حري بأن يكفى ويوقع. يقول عند خروجه من بيته المسجد أو لغير ذلك أو للسوق أو لغير ذلك من الحاجات بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جهل. يستحب هذا لمن خرج من بيته مطلقا، للمسجد للسوق لزيارة أخيه لعاد مريض لأي حاجة. إذا خرج يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. عن كلمة صدفة وقولهم ما صدقت على الله، هذه لا حرج فيها، معنى صدفة يعني من غير موعد، إذا صادفه في الطريق أو عند فلان من دون موعد ما بينهما موعد سماها صدفة. وما صدقت على الله معني ما كنت أظن هذا يقع، ما صدقت على الله إن هذا يقع، يعني ما صدقت إن هذا يقع، عبارة عامية ما فيها شيء. مقصودهم أنه لم يظن